ازاي تخلي شخص معين يفكر فيك ويرجع يكلمك تاني؟ اعمل لايك بسرعة وركز معايا عشان الموضوع خطير. السر هنا بيكمن في الطريقة اللي انت شايف بيها نفسك وشايف بيها الشخص ده. يعني انت لو شايف نفسك بنظرة متدنية وانك ما تستحقش فرصة تانية، وان هو احسن منك بكتير، وان هو حاجة كبيرة جدا عليك، وبتجلد ذاتك وبتلوم نفسك، وعندك ميكس من المشاعر السلبية المدموجة مع احتياجك ليه، الطاقة بقى دي كلها بتوصل له بطريقة عكسية. هيحس ان هو مستغني وان انت مش فارق معاه اصلا، لان الفريكوانسيز بتاعتك او تردداتك الذهنيه عماله توصل له بطريقه عكسيه. فما تستغربش لما تلاقي نفسك كل ما تحتاجه اكتر كل ما تلاقيه بيبعد اكتر وبتخلى عنك اكتر. لكن لو عملت العكس وبدات تفوق لنفسك كده وترتب اولوياتك وعلاقاتك وتظبط دنيتك، وتبطل تستناه وتبطل تفكر فيه، وما تتفرجش لا على الصور ولا على الرسائل القديمه، من المؤكد ان النتيجه هتتغير. لان تردداتك الذهنيه اللي ليها علاقه بالتخلي وبالقوه هتوصل له هو بقى بطريقه عكسيه. لو عامل بلوك هيفكه، لو مش بيشوف الستوريز هيشوفها، لو مش بيكلمك هيبعت لك. وعشان تتاكد من كلامي ده فكر معايا كده، ليه بيرجعوا لنا في وقت غير متوقع؟ يعني بجد ليه لما بننساهم بيرجعوا يتواصلوا معانا تاني؟ بالظبط كده، عشان احنا مشاعرنا بردت وقدرنا نعمل كنترول وتخطيناهم. فالفريكوانسيز بتاعتنا اللي هي التخلي ووصلت له بطريقه عكسيه، فبدا يحس ان هو مفتقدنا وعايز يرجع تاني. باختصار ومن الاخر، هو هيرجع لك في الوقت اللي انت مش محتاجه فيه، وحتى ان لم يعد درس وتعلمناه. المهم ما تفضلش حاطط ايدك على خدك ومستني، علشان هتفضل مستني كتير.